وده طبعا المكان بتاع الأستاذ محمود وحيد، اللي هو مع لإنقاذ إنسان. احنا دخلنا ده المخزن بتاعهم، أول مكان لسه جاي لهم تبرعات كتيرة جدا. ده عبارة عن كراسي للناس المرضى اللي ما بيقدروش يمشوا طبعا ولا بيتحركوا. ده المطبخ بتاعهم اللي بيوضبنا فيه الغدا. كنا عاملين 450 وجبة، عبارة عن رز وفراخ وكفتة وطحينة وترشي، وكمان علبة عصير، ربع فرخة وصباعين كفتة الحيتي، وكمان الرز البسمتي اللي هو الكبسة، وعلبة عصير، وكمان حطينا لهم مخلل وطحينة. طبعا ده المطبخ بتاعهم مطبخ كبير جدا، فيه اكتر من بوتاجاز واكتر من شعلة. مكان واسع جدا، وفيه تلاجتين وديب فريزر وترابيزات علشان الواحد يعمل عليها او يسوي. بعد ما يسوي بيحط عليها الاكل. طبعا ده الحوض بتاعهم. طبعا مكان كبير قوي، وكل الامكانيات بصراحة عندهم كل الامكانيات. المكان حلو قوي ومخدوم، بارك الله فيه، ربنا يكثر من امثاله. شايفين التلاجات بتاعتهم كبيرة قوي. طبعا دي التلاجات اللي خاصة بالدار. الدار عبارة عن كذا مبنى. ده أول حاجة المطبخ بتاعهم، شايفين الناس بتعمل الأكل، في حد بيعمل أكل ليهم بقى عشان هم قاعدين طول النهار. ده المطبخ بتاعهم، وده المطعم اللي هم بياكلوا فيه. شايفين الوجبات عاملة ازاي؟ الوجبات دي كنا عاملين 450 وجبة، اللهم بارك. طبعا وزعنا، مش بنوزع بس على الناس اللي هي متواجدة، لا ده احنا بنطلع الأكل في الغرف بتاعتهم. طبعا فوق، اللي عايز يطلع ويسلم عليهم ويقعد معاهم شوية تمام، اللي مش قادر وملوش أعصاب إن هو يشوفهم، ناس عندهم أمراض كتير. تخيلوا واحنا قاعدين معاهم عربية الإسعاف جت شالت شخص فيهم كان تعبان. تخيلوا ده لو كان في بيته أو في الشارع أو أي عند أي حد، عمر ما حد كان هيهتم بيه ويطلب له الإسعاف بسرعة، والإسعاف تيجي فعلا بالفعل تشيله وتوديه المستشفى. دولة الناس القائمين على يعني اللي عملوه بصراحة. يعني هما بذلوا مجهود، جايبين الأكل مجهود ذاتي. احنا أكتر من فرد جمعنا، جبنا 40 كيلو لحمة، وجبنا فراخ كتير وعملناها ما شاء الله. وربنا يخلي ويجعل آخر أهل الخير، يعني القليل فيهم كتير، هم وقفوا وساعدوا واجتهدوا. كل الناس دي واقفة 4 5 ساعات على رجليها، عمالة تشوي فراخ كتير بكمية فظيعة، عمالة تشوي كذا كيلو كفتة بصراحة، لأن بتعمل 450 وجبة. عارفين يعني ايه 450 وجبة؟ رقم كبير جدا. يعني تخيلوا بقى، يعني انتوا فاهمين يعني ايه؟ يعني احنا كنا حاطين 400 ورك او صدر، يعني 400 قطع، 450 قطعة فراخ، وحاطين برضو 450، لا ده 900 صباع كفتة، لأن كل علبة فيه أو كل طبق فيه قطعتين أو صباعين كفتة. ده طبعا المكان حلو قوي، جميل بصراحة، نضيف. بصوا، دي عبارة عن إصلاحية. الشبابيك دي وراها أطفال عمالين يبصوا علينا زعلانين إن هما ما بينزلوش، بس هما يعني ليهم يعني حاجات خاصة بيهم أو ليهم ظروفهم، ما ينفعش إن احنا نكسر القواعد بتاعة الإصلاحية. طبعا الأستاذ محمود وحيد ده راجل مجتهد وعصامي. عمل الموضوع ده ما شاء الله عليه، وهو مشي معاه، والموضوع ناجح جدا، وهو شخصية ناجحة جدا وابن حلال. احنا لما كنا موجودين كنا عمالين بقى نتصور وفرحانين لأنها بتبقى ذكرى. ونيجي عند كلمة مع لإنقاذ إنسان بنبقى فرحانين قوي إن احنا جينا بسطنا الناس دي. الناس دي محتاجة مش أكل وشرب ولبس ونوم وقعاد وبس، لا، محتاجة حد يضيف لهم بهجة، محتاجين حد يضحكهم، محتاجين حد يرقصهم زي ما بيقولوا كده، أو يبقى ناس طبيعيين زيهم زي الناس اللي عايشة برا. مش ذنبهم ان ولادهم رموهم او مش لاقيين مأوى، مش ذنبهم ان ناس بتتقزز منهم وبتقرف منهم، حرام. في ناس والله غلابة، وناس تعبانة، وناس الحظ ما حالفهاش ان هم يبقوا حاجة غصب عنهم. ده الأستاذ محمود، ربنا يبارك في عمره يا رب. هو راجل كويس قوي وابن حلال، ورغم ان هو مش راجل كبير وكاهل، لا والله ده هو شاب بس، ما شاء الله عليه. كويس جدا. كانوا جايبين لنا الدي جي، وهو الدي جي ده خاص بالإصلاحية. كانت في حد جايب لنا دورة فشار بيعمل فشار، وجايبين مكنة. بص الناس اللي قاعدة دول النزلاء اللي موجودين في الجمعية، الناس كلها أو اللي في الإصلاحية، الناس كلها بتخدمهم بقلب، والناس كلها بتشوف طلباتهم
طلباتهم، محدش بيقول على حاجة لأ والله، مش عشان كان تصوير، بالعكس ده كان يوم حفلة، بس ندهوا لهم علشان يتغدوا. فاللي نزل المطعم نزل، واللي طلع في الغرفة بتاعته فضل موجود. وفي ناس كتيرة قوي ما قدرتش تنزل الحفلة، في ناس تعبانة جدا، وفي ناس عندها شلل، وفي ناس عندها زهايمر، وفي أطفال نفس الحكاية عندهم توحد، وفي ناس ذوي الاحتياجات الخاصة. كل ده كان شفته واستغربت قوي. المكان ده احنا كنا رايحين نصلي في غرفة منها غرفة مصطفى درويش. مصطفى درويش طبعا الفنان رحمة الله عليه، طبعا كان من مؤسسي الدار دي، دار معا لإنقاذ إنسان. كان بيجي هنا دايما، عمل أوضة حلوة قوي. بصوا ده يا جماعة المطبخ، وده المطعم زي ما قلت لكم. المطعم فيه الوجبات، وبيعرضوا على الناس الأكل وبياكلوا ما شاء الله. وفي ناس بقى بتطلع للناس الأكل بتاعها فوق في الغرف. كل واحد ليه تخصص ما شاء الله. المطعم حلو قوي. الناس بتتقابل فيه وبيتغدوا مع بعض، بيفطروا مع بعض وبيتعشوا مع بعض، وبعد كده بيطلعوا الأوض. عندهم نظام، بصراحة نظام حلو جدا، ما ينفعش ان الواحد ايه يكسر النظام. حياتهم برضو على قدهم وبسيطة، وبارك الله في الأستاذ محمود وحيد، إن هو اجتهد وجاب الناس دي من الشارع، وجابهم من على الرصيفة ونظفهم وقعدهم عنده، وجاب لهم الأكل والشرب والملابس، وخلى الناس يشوفوهم ان هم انسان طبيعية، وانسان عاديين، يعني ناس عاديين وناس طبيعيين. عايزة اقول ان مش كل الناس دي يعني ليهم اهل، لا، في ناس ملهاش اهل خالص، وفي ناس ولاده فرطوا فيه ورموا في الشارع وخدوا شقته. احنا قعدنا معاهم، سمعنا العجب وشفنا حاجات كتيرة قوي. عايزة اقول لكل انسان: اوعوا تفرطوا في امكم ولا في ابوكم، عمرهم ما يتعوضوا. اوعوا تعملوا الحركة دي ابدا. اما بقول الدور علشان ما لاقوش حد يقعد معاهم، لا، ده هم علشان ما لقوش رجالة في البيت، ربوا مش رجالة للأسف. الأم اللي خلفت وكبرت وربت وعلمت وجوزت، في الآخر ولادهم بيرموهم في الشارع. هان عليهم أهاليهم، وهان عليهم الأب والأم، بقوا في الشارع مش لاقيين مأوى ليهم. فالأستاذ وحيد محمود وحيد، ربنا يبارك فيه، إن هو لم الناس دي وعمل لهم أمان.